السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. اليوم ان شاء الله بغيت ندير معكم طبق تقليدي جزائري معروف عند الجزائريين من زمان، يديروه في رمضان وفي المناسبات، اللي هو البيض ملفوف باللحم مطحون، او كما يسموه في بعض المناطق الاخرى طبق الرخامي. بلا ما نطول عليكم نبدا في الوصفة. درت شوية زيت في الطاجين، وعندي طرف تاع اللحم نديره يتقلى مع البصل، نزيد عليه شوية برك على راس المغرف زعفران، وشوية فلفل كحل حبة كحلة، وشوية ملح. نزيد شوية طماطم تاع العلب، طماطيس كونسونطري. نقلي شويه اللحم مع البصل والتوابل اللي درتها. ونزيد عليه شويه كركم، ما نديرهش مع الاول باش ما ينحرقش. ونزيد عليه حبات تاع طماطيس مطحونه، حبه تكون صغيره، وورقه تاع رند. نقليه شويه ونفرغ عليه الماء، ونغطيه ونخليه يطيب. نقص عليه شويه ونخليه يطيب. عندي كميه من اللحم المطحون، ندير عليها نصف مغرف فلفل كحل حبه كحله، وشويه من راس الحانوت، وشويه كمون، وشويه تاع الكركم، وفلفل احمر بابريكا، ونصف مغرف تاع ملح، وزوج فصوص تاع ثوم، والبصل قد حبه صغيره. وشويه تاع معدنوس، وربع مغارف خبز مرحي لا شابلية، وقد مغرف صغيرة كريم فريش. ما نكترش باش ما ينحليش اللحم، برك باش تخليه يجي شويه طري. مع لا شابلي يخلو اللحم طري، ما يجيش يابس من الداخل. والحبات تاع البيض، الكريمه السائله ماشي شرط، اذا ما توفرتش ما ديروهاش. الليم كلش مع بعض، ونزيد نرحيه في الاشواط باش كلشي يتخلط مع بعضه. عندي 6 حبات تاع البيض، كنت غليتهم وقشرتهم، خليتهم يبردوا. نجيب اللحم وندير الحبات تاع البيض في الوسط، ونبدا نلف، نغطي الحبه مليح، ونبدا نلف. الا بقاتش بلاصه نزيد اللحم ونغطيها مليح، ونزيد معاكم حبه ولا زوج باش تشوفوا معايا. نلف مليح ونزير باش يجيني متساوي على حبه البيض. نسيي نغطيها مليح. جبت قطعه تاع بلاستيك ونزير، نزير الحبه كما راكم تشوفوا، باش ما تتحليش الحبه كي نقليها، ولا حتى اذا درتوها في المرقه ما تتحلش الحبه. من بعد جبت لاشابلي كما راكم تشوفوا الخبز الملحي، باش نرمد فيه كريه اللحم. رمدهم مليح ووروليهم بين يديا باش يدخل فيهم ويتساوى لي الكرات. درت الزيت في المقله، قد ما يحمى مليح نقص على النار ونقليهم.
قلت لكم نقص عليهم النار ونقلب ونقليهم حتى نحس اللحم طاب لي من الداخل. كما راكم تشوفوا نقلب من كل الجهات حتى يطيبوا مليح. نكمل. هنا خلاص اللحم طاب والمرقاد جمرت. ونقسم معكم كرات اللحم باش نقدمها في صحن التقديم. ما بغيتش نقطع الفيديو باش تشوفوا معايا. نحل الحبات غير بالعقل، اذا زيرت عليها البيض يتفتت من داخل. نحل غير بشويه. نسيي كيفاش نستف الحبات معاكم. ما بغيتش نقطع الفيديو باش تشوفوا معايا. وكان هذا هو طبق اليوم، البيض ملفوف باللحم المفروم. طبق من الاطباق الجزائريه التقليديه المعروفه من زمان، بزاف يجبني نجي ما شاء الله. هذا الطبق انا يعجبني بزاف وبغيت نشاركه معكم. وزدت عليه شويه بطاطا مقليه. كانت هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم. وصلت لنهايه الفيديو، برك ما تنسونيش اخواتي بالدعم والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد في القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى مع وصفات اخرى ان شاء الله.